وبعد المدح في النبي الزين تاج العواقب سلامي كلامي على نزانين زعيم الهلايا السلام ابو زيد لما قام من النوم كان نعسان وهاني له المنام إلا حلم حلمة في تلك الليلة زي ما تقول الحلمة قلقت النوم بتاعه صبح الصباح قام من النوم اهو المولى يلطف بحاله حلم حلمة الحلوة عالقم ندى على عبد قمصان جاله قال له تعالى يا عبد قمصان انا اللي هنالي زماني يا عبد اطلع لقدام من اسطبل هاتلي حصاني هات السلاح يا واد هات السيف وهات الكحيل بتاعي وحجبي وكتبي وعدة قتالي قوم العبد اتوهل من ابو زيد قال له ما القاصد على فين اجيب لك كحيلك قصد فين انا عبد حافظ مقامك طلبك يا سيدي على العين اما انا اقول على بكنا قال له سيبني يا عبد سيبني متضايق قوي قال له ايه اللي مضايقك يا حبيبي قال له حلمت حلمة ده بالليل ده ابو زيد هيقول للعبد قمصان حلمت حلمة دي بالليل خايف ادوق الندامة نزلوا المدينة اسدين عيقولوا فين سلامي قال له كويس قال له نزلوا لهم يومين ده ابو زيد هيقول قمصان ايوه نزلوا لهم يومين عما يبكوا الدمع سايل عيناموا جوا البساتين عاوزين زعيم الهلايل ومش فاهم دول منين مش فاهم دول منين نزلت مدامع عيوني اخاف يكونوا عدوين جايين يا اخي يقتلوني خايف يكونوا دول اعداء حمول البلا مش خفيفة وانا ابغيت ده في غلبي اعداء خايف يكون بعتهم خليفة قم في الكلمة دي العبد قال له طيب انت خلي عنك انت يا زعيم وانا انزل المدينة شمال ويمين واشوف دول منين اللي كانوا محبين اجيبهم اللي كانوا عدوين اجي اقول لك قال له لا غلط يا ولد هم جاييني انا مش جايينك انت جاييني انا جايين عاوزين الاسد
اقول كلمتي واللي فيه طبعا اللي يوقع السد وساعة البلا سد فيه جبل الكحيلة عطها لي وعلى يد مسك اليماني وموزون ابو زيد عليه والدي يوم يعيش يوماني قام ابو زيد لما طبي في النجع المولى يلطف بغالي عيبص ويفتش السبع يعني يمين وشمالي ساب البلد جمع البساتين طبعا البلد ملقيش فيها حاجة البلد قاعد يفتش فيها ابو زيد ملقيتش فيها اتنين دول ساب المدينة وطلع على الجناين ساب البلد وجمع البساتين ساب البلد وجمع البساتين عقله اختلط بالجناين هنا ابو زيد عايقين بالعين القهم واقفين خشم الجناين اللي هو حلمهم بالليل شافهم سلامه في الصباح القيهم واقفين كده لا معاهم سلاح ولا اي حاجه تدافع عليهم اسمعهم ابو زيد هيقولوا ايه يا حبيبي احنا لينا يومين واليوم ابيض هلالي ومنينا ما غفلة العين امال فين سلام اللالي عليكم وده كم الحصان ابو زيد عليهم وده كم الحصان ومن بعد عينه عليهم سلام عليكم يا اخوان نازل وسلم عليهم قالوا امال اخواننا منين بعد ما سلم عليهم طبعا الزعيم ابو زيد عاوز يسالهم قالوا امال اخواننا منين عم تبكوا والدمع سايل هل انتوا تقصدوا مين عاوزين مين في النجع الهلايل عاوزين مين يا اخواننا انتوا في بني هلال عاوزين مين انتوا طبعا ابو زيد اللي هيقول كده بصوا عليه لقيوه اسود وعلى وجهه بين الندامه يحسبوه ده عبد اسود من ضمن عابد سلامي لما ابو زيد بصوا عليه لقيوه اسود جوه كده قال ادي العبد اللي هيندم لنا سيده وهو كله ابو زيد اللي هيسالوه ده قم تقدموا اتنين وقالوا ايه السلامه انت مش عبد يا ديك على انت ضحك ابو زيد قال هل انت مش خدام هل انت مش تبقى خدام عامل سبع سيفك على يدك امشي ماليكش كلام عاوزين ابو زيد سيدك قال عاوزين مين قال له عاوزين سيد القبيله عاوزين الهلال سلامي قال انا معاكم ما انفعش قالوا طبعا غلط عليك
مش عيب يا عبد خدام عامل سبع سيفك على يدك انت خدام في بني هلال السد كان سيدك قال انا عبد عنده انا عبد هو كده السيد مؤدب وحافظ نظامه اذا غاب هو انا السد والطلب اجيبه مكانه معلش انا العبد بتاع ابو زيد واللي عاوزينه اجيبه اني انما هو كل ابو زيد اللي هكلمهم ده هم جايين عاوزين ابو زيد لا شافوه اسود ولا ابيض الله يسمعوا بالصيت لا والله فيهم واحد من الاتنين دول وقام على ابو زيد بكفين ملح قالوا له اسود يا جماعه انت طيب امشي امشي مش عيب السد بكان ابو زيد وموهوم مجاوب شبابك اوعى تاني توقف ولا تزيد انشن بيده اللي جابك ضحك ابو زيد قال على العموم انا اللي غلطان على العموم انا اللي غلطان وتاج العواقب سلامي اتفضلوا بنا يا اخوان اوديكم ادوان سلامي قوم التاني قال له كده امشي قدامنا عليه امشي كله ابو زيد موسع باله عاوزهم يشوفوا يوصلوا لايه خدهم سلامهم الاتنين خدهم سلامهم الاتنين ماشي وعدله في ديوان قال خدنا لنا قلمين عيب الضيف يتهاني في مكانه وبيهم لما دخل الدواوين تاج العواقب سلامي كانت قاعدة في دوانه 90 وقفت لما وصل سلامي أول ما وصل أبو زيد قوم 90 كلها وقفت على الأقدام فسلمت الضيوف وجلسوا الضيوف وابو زيد زي ما تقول قاعد واقف 90 قاعده واقفه 90 قاعده واقفه هنا حصل التشابه مع الضيوف الاثنين دول قالوا قل لي قال له نعم قال له احنا مش سلمنا وقعدنا قال لا قالوا امال الناس دي واقفه ليه يا دي كن مش عابد ده يا عزيز يا دي كن مش خدام ده لما جلس ابو زيد فال90 جلسه قال له ما قلت لا انت كله لك حل معاك يبقى عبد قال له امال يعني يطلع عيدي قال له باين عليه الزعيم قال له لا فهمته انا دي قال له مين وطي حسك ليسمعني قال له باين عليه شيخ العبيد يعني قال وظفوه جلس سلامة ونادم يا خدام قال بعد علينا البلاوي يا عبد اطلع لقدام للضيوف هاتوا القهاوي لا والله لما فهموا ده ابو زيد فهموا لانه سلام الهلالي ووقفوا 2 عالين الاقدام قالوا على العموم احنا اللي عايبين
يا ابو زيد احنا اللي عايبين، اهو المولى يحفظ علينا في حقك يا اخي احنا غلطانين، يا بطل حقك علينا، واللي عاوز تعمله فيني احنا دينا ضيوفك وسلمنا الامر لله وليك. قال مش عيب ضيفي يتهان، مش عيب مهما يكن عبته فيه، انما الضيف لا يهان. امال انتو ده منين الاصل قولوا لي منين، ما فيش عادة تجوب ولادي عم تبكوا بدمع العين، والاصل من اي وادي. اين بلدكم؟ بلدكم فين؟ قالوا له بلدنا احنا يا زعيم. قال نعم. قالوا له احنا من القوقاز، من مدينة اسمها القوقاز، عايشين في ذل وندامة، سبب ما جينا لك في انقاذ، قوم الحقنا يا سلام. يعني جيناك احنا الاتنين والدمع فوق الخدود، يا ابو زيد احنا مسلمين ولكن ملكنا يهودي. قال ايه؟ ايه هتقولوا؟ قالوا له احنا اسلام حق الاسلام، والدين يصعب على كل واحد مسلم. فزي ما تقول المعلم اللي سكن المدينة اللي وضع اليد علينا، واحد يهودي عايشين زللاء عنده، بناتنا تخدم بناته، اولادنا تخدم اولادهم، نسواننا تخدم نسوانهم، احنا بنخدم رجالهم. فزي ما تقول صعب علينا الدين. طب والله يا ابو زيد هنصلوا في بيوتنا، هنصلوا في بيوتنا. فاحنا صعب علينا الدين بتاعنا وهربنا من المدينه بالليل وقلنا ما حد ينفع فيها الا ابو زيد، وجيناك ناخدوه، يا تقتله ونبقوا احنا اصحاب المدينه، يا ما لقيتش عاده اللي معاها عاد يا زعيم جيبنا عندك في ارض الحجاز هنا واسلام تخدم اسلام. لا والله اتضايق ابو زيد، وابو زيد بقى قبل سابق مبهدل اليهود. قال كله ده حاصل؟ قال اه كله حاصل. قال واسمه مين ابن النجس ده؟ اين اسمه؟ اسم اللي جابه واسم جده. قالوا له اسمه اليهود قمقام ابن شاه ابن سمعان. قال عال يا قمقام، قمقمت عندنا خالص لما انت تحكم على الاسلام. فزعل ابو زيد وقال ليه العاشق يصلي عليه. حكمت ليا انام الليل ابو قلبي خلع وللهموم بينام. ابو حماد دنيا وطية، دنيا وطية
لما تعشق وحدها فيا تجيله بالاحضان. لها ميلة هي. لما تولي كفى الله منها تشيب الإنسان. اوعى تلون على المبلي تبتلي ببلاه، ولا تلوم على الأعمى تبتلي بعمى. لازم يصيبك هلبة يصيبك كما أتى من قلة المحنة. وقعني على الجفا صلوا بينا على حبيبي ابن عبد الله. عطال وحدة جميلة زي الذهب، وفي من عطال وحدة غشيمة قليلة أدب. كل واحد ونصيبه. فيه العطال الجميلة شبيهة الذهب، وفيه العطال الجباني وقليلة أدب. زوج الأصيلة يعني الجميلة لمن يأتي من الخلا يلقى غزل في البيت نعسان، يقول لي هزقيني يا حلوة أنا عطشان، تجيب له القنانم وزمزمة وتقفلوا على الأقدام. أبو مات يا زعيم دي الأصيلة دي، هذه اللي فلوسه ما تضيعتش دي. يا تعسيتو يا شقاوتو يا متندم على جوز العفشة لما اني آتي من الخلق. يا ولدي يلقاها نايمة فوق بالباب كحتة ونايمة، يلقاها نايمة فوق بالباب يقول لي هزقيني يا حلوة الأحباب، تبحلق له بعينها وفي وشه ترد الباب. بعد مدى حيصلى بينا على النبي اصغى قولي يا أولي الألباب. قال يعني انتوا ما لقينيش الله انا تودوني لليهودي لكفاكم الزناتي خليفه، لا نفع معاكم ابو سعده الزناتي خليفه،
ولا حنظل العقيل ولا زيد العجاجي ولا بني يعني بس ما لقيتونيش اللاني. قالوا والله كلها فاهمينها الناس دي احنا، بس قلنا الا ابو زيد اللي هو يزد فيها. وعاد الطلب بيجي عندك انت يا ابو زيد وانت فاهم الدين غالي. قال طيب انتوا خدتوا واجبكم؟ قالوا خدنا واجبني. قال طيب انتوا اتكلوا على الله والمولى يحفظ عليكم، واللي ليه ذنب هيلقاه، وانا ان شاء الله يومين او 3 هعد واجيكم. مع السلامه. قال ليها ابو زيد وهو طالع أمن أخف البكا يا عين، أمن أخف البكا يا عين، بلتيني مع الناس دول. خف البكا يا عين، بلتيني مع الناس دول. انا دمع عيني سال وانا بحادي في الناس دول. اجي انوع العمار يا جي التعب من الناس دول. أمن الدنيا ليه سيب الأصيل وعطي الجبان عدله. ليه يا دنيا؟ أمن ليه يا دنيا ليه سيب الأصيل وعطي الجبان عدله. كان هو أبدأ بيكي يتم صفاه ويشوف يا عين عدلك عطياله قفا ليه. الفين فين عدل تريكي وطيه ما ينفع الغشيم عدل. عاملني جبان وانا عالبلا قادر اسألك يا الله يلا عالعباد قادر. فيه مولى قادر يخلصني من الناس دول.
بعد المديح أصلي على كحيل العين نزلت مدامع عيوني حلف سلامة تاني ما تنامي يا عين حقاش امشي طلب اللي جوني يا ده قمصاني هاي يا ابن نجاح قال له نعم قال له هات السلاح وهات الكحيل وادعي لي قال لي ده امال ايه فيه ايه فيه مال قال له اليوم قاصد أعدي أهو الدمع فوق الخدود وطول أجل ما خلقت وعدي يا يومي يا يوم اليهود لازم انا اتقابل معاه اطوب الهنا يا شقيقو يا قتلنا يا احنا قتلنا ولازم يحصل شقيقو قال له مين في الجماعة مين في اليهود قال له الواد اليهود النجس ابن الكلب ده اللي اسمه قمقام ده لازم انا اموته خالص مفيش حاجة اسمها يهود عندنا لازم يموت قمقام همه أدادي وحادي ومش عيب يحكم على اسلام ويبقى عشان الحداد دنا 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 قال له يعني هتعدي وحديك يا ابو زيد قال له نعم قال له يعني انت هتعدي وحديك اقعد واحفظ مقامك اخاف المنية تجي فيك مين اللي هيقتل بكانك يا اخوي واحدة تعدى على كذا الف يهودي امال ايه انت قال له امال عاوز تعمل ايه يا قمصان قال له لازم انا الف في النجع يا زعيمي عايق في جيلك كل ما القى عدو واحد سبع لازم يا سيدي يجيلك ده انا لازم الف على المدينة كلها وادق طبلي وكل اللي قابلني اقول له سلح وقابل ابو زيد قال له الحديد ده ما ينفعش يا قمصان قال له امال عاوز ايه بس قال له كنت خايف علي من ده متخايف علي اذا كنت خايف علي من الزن اطبق 3
اهو المولى يحفظ عليا كفاياني اسد ثلاثة. انا عاوز 3 ابطال، عاوز 3 ابطال اقول كلمتي يسمعوني ما فيهمش ولا حد خمال ساعة البلا ينفعوني. قال له ان شاء الله ال3 دول مين اللي عاوز يتعدي بيهم على اليهود؟ ايه ال3 دول يعني مين ومين ومين يا ابو زيد؟ قال له الاول تنده دياب الواد ابو شنب ده يا عبد. الاول تنده دياب عامل 7 وسط القبيل، انا وهو يا عبدي اصحاب، ندم لي ابو شنب طويل. الاول اتندم لي الواد ابو شنب اللي اسمه دياب ده. طبعا ده نسيبي واخد اختي وانا واخد اخته. قال له كويس ادي اول واحد. قال له يا ولد وتجيب لي زيدان بعد دياب تنده لي زيدان، اهو المولى يلطف بحالي ده اصيل وطالع ده زيان، طالع ده زي انا ساعة البلا يقول يا خالي اقول لك تالتهم دي تيمين، اقول لك تالتهم دي تيمين. اصغى لمعنى الحكاية احنا عالبلا مستعدين، تالتهم ولدي ضناي. تجيب لي دياب وتجيب لي زيدان وتجيب لي ولدي ابو الهيجات. ما ابو زيد معاه من الاولاد 5 فيهم ولد اسمه ابو الهيجات من ساعة ما وضع وبقى على الدنيا يسمع بس ما يتكلمش، اتكلموا يزوم لك زوم. متى يقدموها ابو الهيجات دي؟ لما تكون عيطة عالمية، اول ما يطلع من قدام كل اللي مقابله واكله، ما مخليش حد قدامه. بس بعد كده يا قمصان لا تقول الحسن ابو علي ولا اللي قابلتك الجاز تبلغها ولا القاضي مش قد العدد ده ولا. قال له الكلام ده ما ينفعش. قال له امال ايه؟ قال له قبيله ومدينه مليانه يهود تقابلهم بدياب وزيدان وولده، ليه امال انتوا ايه؟ قال له امال بعدين؟ قال له اصله كل حاجه لها دليل. دياب كذا نوبه لما مع تحتم هيهملنا بحصانه في الجبل ويطير. قال له كويس. قال له انا هدق الطبل والف على ال5 بدنات اللي في بني هلال واللي عاوزك يجيلك وادعي لي. صلوا على النبي. قام العبد لما دق طبله ايوه العبد لما دق طبله ومن فتح بابا يا سيدي كل الفتوة اللي قابله سلح وقابل ده سيدي الا لف عن النجع كله تاج العواقب سلامي كل اللي قبله يقول له سلح وقابل سلام الا لف على ال5 بدنات ايوه لف
فعل 5 بدنات لها عقل والقلب جاحد من ضمنهم ولد وبنات ما خلف النجع واحد. طبعا جاب له ال5 بدنات اللي في المدينة كلها وقدامهم حسن ابو علي ماشي من قدام الهلايل والزغابة والزحالين وبني جعفر وبني جليل، وماشي قدامهم حسن ووصل الى ابو زيد. حسن ابو علي لما ماشي قدام، حسن ابو علي اللي ماشي قدام وماشي وعقله في ديوانه دواوين، وبالعين لما بص قدام لقى ابو زيد قاعد في ديوانه، انما قاعد وزعلان ابو زيد. حسن قال يا جماعه، قالوا له نعم. قال ولد عم الغضب باين على عينيه، اوعى حد يضحك معاه الساعه دي، سيبونا شوفوا عاوزنا ليه وجايبنا ليه. وقف ابو علي وقال يا ولد عمي اين الطلب يا ابن عمي؟ اين الطلب يا ابن عمي؟ القعدة دي مش عاداتك، ساعة البلا يزيد همي، الناس جمع عندي جاتك. ابو زيد لما قام القلب منه تعالي، نادم لما قال يا سلطان يا ابو علي ادخل تعالي. نزل ابو علي لما خش علي، نزل الملك، نزل ابو علي لما خش علي والسيف مسكه في يمينه، تقدم وسلم لعلي. ابو علي جلس في يمينه، عندما جلسوا المحبين، عندما جلسوا المحبين والقلب قاد اللهايد، ابو زيد عايقين بالعين. قال يا ابو علي في 7 غايب. قال له مين اللي غايب ده ان شاء الله ابو زيد؟ قال له امال الواد ابو شنب ده ما علوش في القعده يعني. امال قل لي الزغابي فين؟ وحياة طه حبيبي انا ببص شمال ويمين، امال يا حسن فين نسيبي اصلي على النبي. الى اللقاء في الجزء الثاني مع تحيات شركة ابو حمزة.